ممكن تكون كبرت وتعلمت تعتمد على نفسك وتتحمل مسؤولية حياتك، لكن جواك جزء صغير لسه بيفتكر حاجات حصلت من سنين. الجزء ده بنسميه الطفل الداخلي. مش طفل حرفيا عايش جواك، لكنه جزء منك اتشكل من تجارب طفولتك ومن الحاجات اللي حسيتها والاحتياجات اللي كانت موجودة وممكن ما تلبتش. يمكن وانت صغير كنت بتسمع انت راجل ما تعيطش، او ما تعملش مشاكل، او بص لاخوك شوف هو احسن منك ازاي. يمكن كنت لازم تجيب درجات كويسة علشان تحس انك مقبول، او كنت بتخاف تغلط علشان ما تتعاقبش، او كنت محتاج امان واهتمام ومحدش كان عارف انت محتاج ايه. والطفل بيكبر، لكن احيانا المشاعر اللي عاشها ما بتكبرش معاه، فتلاقي نفسك النهاردة بتخاف من الرفض، بترضي الناس زيادة عن اللزوم، بتعتذر حتى وانت مش غلطان، بتخاف تقول لأ، وبتتعلق بحد مش بيديك الأمان اللي انت محتاجه. وساعتها ممكن تفتكر إن المشكلة فيك، لكن أحيانا موقف حصل دلوقتي لمس وجع قديم جواك، وجزء بيحاول يحميك بنفس الطريقة اللي اتعلمها زمان. وهنا بتبدأ الرحلة، مش رحلة إنك تلوم أهلك، ولا إنك تغير الماضي، ولا إنك تجبر نفسك تنسى اللي حصل. هي رحلة إنك تبدأ تسمع نفسك بطريقة مختلفة. قبل ما نفتش في الماضي محتاجين الأول نحس بالأمان. اقعد في مكان هادي، حط رجلك على الأرض وخد نفس ببطء، وسيب الزفير يطلع أطول شوية، وخلي انتباهك مع جسمك، وقول لنفسك بهدوء: أنا هنا، أنا دلوقتي، وأنا في أمان. ولما جسمك يبدأ يهدى، اسأل نفسك: أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ مش إيه المفروض أحس بيه، إيه الموجود فعلا؟ خوف، غضب، وحدة، حزن، احتياج؟ من غير ما تحكم على أي شعور. وبعدين اسأل نفسك: إن أنا كنت محتاج إيه وأنا صغير؟ اكتب اللي بيجي في بالك، مش عشان تعيش في الماضي، لكن عشان تبدأ تفهم نفسك.